مع بدء موسم الحصاد وبعد أشهر من الكد والتعب، يتطلع الفلاحون في كردستان سوريا إلى جني ما زرعوه. تعجل حرائق الهاجس المرعب للفلاحين، ففي هذا الوقت من السنة يكون الغطاء النباتي أكثر قابلية للاشتعال، ويمكن لأي حريق التهام آلاف الهكتارات الزراعية بسرعة مذهلة. حسب الإحصائيات الدولية 90% من الحرائق ناجمة عن أسباب بشرية، سواء أكانت بقصد أم من دون قصد. لحماية الحقول الزراعية من الحرائق يجب الالتزام بما يلي: عدم حرق الأعشاب الضارة والحشائش في أكوام، محاولة تجنب إضرام النار في أثناء الرحلات وإخمادها تماماً عند المغادرة، عدم رمي المخلفات الزجاجية أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المحاصيل الزراعية، عدم رمي أعقاب السجائر من نافذة السيارة في أثناء القيادة، عدم رمي أعقاب السجائر في المساحات الزراعية المفتوحة، الحذر عند تدخين النرجيلة أو أنواع السجائر الأخرى في الطبيعة، الامتناع عن إطلاق الألعاب النارية، الامتناع عن إضرام النار في مكبات النفايات العشوائية، عدم ركن السيارة بالقرب من الأراضي الزراعية، التأكد من سلامة عوادم السيارات، وإزالة مخلفات الوقود المترسب فوق الأعشاب الجافة.